يراه السيف حتما مجردا، يريدون ملك على أرواح الأطفال ولا يبالوا، فالأرض أرض صاحبها وسيناء أرض مصر ولا أبالي. هناك موقف يدور في عقل كل مصري، نريد أن نوضح هذا الموقف في حوار بسيط جدا، والطالبان أدهم وأدهم. بقول لك يا ادهم، يا ابني في ايه مالك؟ انا خايف ان اسرائيل ترجع وتاخد سينا تاني. خايف؟ يا ابني مصر عندها جيش من اقوى جيوش العالم. هو انت ما سمعتش كلمه الرئيس ولا ايه؟ كلمة ايه؟ اسمع كده. موقف عربي واحد برفض التدخل في سوريا، لكن اللي تدخل في سوريا واللي ممكن يجي يتدخل في مصر لن يحدث ذلك الا بضعفنا، لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده ما يصحش اقول كده. والله لا يستطيع احد. طب حد اقولي بس، طب حد يفكر كده، يقرب من مصر. عموما احنا يعني كده اطمن؟ طب اطمن ازاي؟ يا ابني انا قلت لك في الاول مصر عندها جيش من اقوى جيوش العالم. مصر اصلا من اقوى دول العالم. هم حاولوا قوي من سنين طويله ولسه بيحاولوا يحتلوا مصر. من سنين طويله فشلوا ولحد دلوقتي بيفشلوا. انت ما سمعتش كلمه الرئيس ولا ايه؟ كلمة تاني؟ كلمة ايه؟ اسمع كده. والله لن نسمح لحد يهد البلد دي ابدا. اقول تاني، والله ما هنسمح لحد يهد مصر واحنا موجودين. مش كده؟ الحمد لله كده انا اطمنت على مصر. رب يحفظ مصر ان شاء الله. امين يا رب. احنا كلنا في ظهر مصر، واستحاله نخليها نقع. كلنا هننصر مصر ان شاء الله. فلسطين هي قضية كل مسلم وكل إنسان حر في هذا العالم، فلا يجوز تجاهل معاناة إخواننا في فلسطين أو التخلي عن دعمهم ومساندتهم. فنحن طلاب المدرسة نتذكر دائما أن فلسطين جزء من الأمة العربية، وأن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين الشريفين، ونعبر عن مشاعرنا تجاه فلسطين في مسرحية بعنوان الآلام والأوجاع مع الطلاب.